Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else, far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone. صباح الخير. لسه صاحي من شويه وجهزت. مش عارفه هي القصه دي مشنطره ليه او عامله ليه كده يعني، بس هي لسه هتهدى. مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس انا زوري وجعني جدا جدا، ويعني تقريبا داخله على دور برد. هو انا دخلت خلاص، تحس صوتي تخين، تحس ان ده مش انا. المهم ان انا حطيت ميك اب بسرعه عشان هننزل. اهم حاجه الصراحه، اكتر حاجه متحمسه لها، ان انا هجيب يعني كتب جديده، فحبيت ان انا اصور الفيديو ده عشان يبقى عن الكتب وفي نفس الوقت هو فلوج، يعني هو كذا حاجه. وغير الكتب كمان هجيب نضاره جديده. مش عارفه انتوا اصلا ممكن تبقوا مش عارفين الموضوع ده، بس انا بلبس نضاره. او تعالى زيكو، انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا اصلا؟ بس انا بلبس نضاره بس، او يعني اغلبيه الوقت ببقى لابسه عدسات شفافه اللي هي عدسات النظر، عشان معرفش ليه، بس انا بحب ان انا اصور من غير نضاره اكتر. بس انا في اوقات كده ببقى لابسه نضاره عادي، واعتقد ان الناس هتبقى عارفه، الناس مش هتبقى عارفه، بس اديكوا عرفتوا. فجبت شكل جديد هعمل عليها ازاز، فدي حاجه برضه من الحاجات اللي انا مبسوطه منها، لان الشكل اللي انا جبته عاجبني قوي، وحاسه ان انا هلبسها كتير يعني. وهبقى اوريكم برضو القديم عشان انتوا لو ما شفتهاش قبل كده يعني. المهم عايزه بقى دلوقتي اقول لكم الكتب اللي انا عايزه اجيبها يعني في طموحاتي. انا خلصت الكتاب اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو Girl in Pieces ده، فهجيب موبايلي عشان بس اوريكم كذا كتاب كده عايزه اجيبه، وبعد كده عايزه افطر برضو. طيب هوريكم بس كذا صوره كده. البتاعه دي مش عارفه هي عامله ليه كده الصراحه. هو اصلا هو بانكس كده، بس انا طالبه معايا اجيبهم على الجنب، فعايزاها تثبت بقى. دخلت على بنترست دلوقتي عشان عامله فولدر كده بالكتب اللي انا عايزه اجيبها. الكتاب ده عايزه اجيبه اللي هو صورته هنا، عشان الكواليتي مش احسن حاجه دلوقتي ده عامه، لان انا يعني الباك كفر عجبني، وحسيت ان القصه حاجه انا عايزه اقراها يعني. ده بس ده لسه مش متاكده قوي، لان في ريفيوز حلوه عليه وفي ريفيوز وحشه، بس انا يعني هشوف هناك برضو الباك كفر وكل حاجه، وهكرر بقى ساعتها. عامه انا يعني بحب ان انا اقرا انجلش، بحب ان انا اقرا عربي برضو، مش انجلش بس. انا في العربي يعني لسه بصراحه ما خلصتش، ناقصلي كتير قوي في اللي هو ابابيل، فمش عايزه ان انا اجيب اي واحد تاني، عشان يعني عايزه اخلص ده بعد كده عشان مندمجه، فحاسه ان انا هجيب الجزء التاني منه كده ان انا اخلصه الصراحه. وهو عامه خيالي، ولما خلصته برضو هبقى اعمل ممكن فيديو عليه. فعلا حلو جدا، بس للناس اللي بتحب الخيال يعني، انا بحب الخيال. فوريتكم كذا حاجه كده، هو لسه في حاجات اكتر، بس الصراحه انا متاخره ولازم ان انا اروح افطر عشان ما ادوخش، بس انا يعني هفطر فطار عبيط كده. طيب هفطر ايه بقى؟ انا عايزه اقول لكم ان انا في العاده يعني بمسك الكاميرا الوحيده، بس مش عارفه ليه انا حبيت اتهتل فجاه وامسك الكاميرا بالترايبود، فالموضوع تقيل قوي، حاسه انه هيقع من ايدي، فانا هفكه لان الصراحه ايدي وجعت. ممكن افطر توست، اي حاجه توست، جبنه بيضه مثلا. انا لا كملك، انا اصلا مش قادره ابلع اي حاجه، فمش عايزه افطر، بس مش عايزه ادوخ يعني، فاهمين المعاناه دي؟ مش عايزه ادوخ وفي نفس الوقت عايزه افطر عشان ما ادوخش، ومش هقدر ابلع عشان زوري وجعني، ف حياه صعبه. الكلمه دي كريدت لصاحبتي جودي. عايزه اشرب قهوه. طب ظهرتش معايا؟ ايوه اهو. الو. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else. زي ما انتم شايفين كده التوست اتحرق، بس هو ما اتحرقش كله، بس هو محروق يعني، لقيته هو بيتحرق. دي بقى مشكله لما انا اقرر ان انا اسهر بالليل، فما اصحاش بدري. يعني في العاده بصحى بدري اكتر من كده، فبجهز بقى لو هننزل بجهز بروقان كده، بعمل كل حاجه الصبح. بس امبارح حبيت ان انا اسهر كده، لان انا كنت بقالي كذا يوم كده ما بتفرجش على المسلسل اللي بقول لكم بتفرج عليه اللي هو جيلمور جيرلز ده، فحسيت ان انا يعني عايزه اشوف كام حلقه، وقلت اشوف حلقتين، لقيت نفسي بشوف 4 5 كده يعني، محروق. طيب انا هكمل اكل وهكمل لبس وارجع لكم بقى واحنا خلاص نازلين. باي باي. عامه دي النضاره اللي انا هغيرها، وانا هلبس دي برضو عادي، لان انا النظر بتاعي متغيرش اصلا، بس انا التانية شكلها عاجبني اكتر.
هرش دلوقتي البرفيوم ده وعشان ننزل خلاص وبس كده. الاضاءه مش احسن حاجه، بس عايزه اقول لكم ان احنا اجلنا مشوار النضاره بكره، ودلوقتي اللي انا هعمله قبل الكتب يعني وكده ان احنا هنجيب هشوف لو عجبني الصراحه، لو ما عجبنيش مش هجيب. الحاجات المفروض نجيبها شوز وميك اب وبس. انا اصلا قايله لكم الماسكارا خلاص خلصت، فعايزه اجيب اي واحده جديده، ومسيبه كام صوره كده الريفيوز كانوا حلوين يعني على الماسكارا او حاجات في الميك اب كده معانا، هنشوف مع بعض دلوقتي. فده اللي هنعمله. يلا بينا. الصراحه اتضايقت ان النضاره مش النهارده، بس عادي. Sometimes I think about myself and I wish me the best, but I just think I'm missing a voice and skills. I must confess I'm speaking in English. وخلاص رجعت من تحت. انا المفروض ان انا هجيب حاجات صراحه، وفي حاجات ما جبتهاش، في حاجات جبتها. اللي وريته لكم الصبح اول ما صحيت ده انا سالت فيه في كذا مكان، سالت فيه النهارده برده مش لاقيه الصراحه، فممكن يعني لو حد لقاه او كده في مكان ابعتولي على انستجرام وهفرح جدا جدا جدا. صحيح عمر جاب حاجه كده من تسيبس، هي علبه كده فيها مش عارفه دي شوكليت ولا ايه، بس اللي هو هي شبه الصلصال. هي اصلا الاول كنت يعني بقول لعمر بلاش، اكيد هتبقى طعمها وحش، شكلها ناشف قوي، شكلها حرفيا صلصال ناشف يعني. هوريها لكم دلوقتي. فانا لحد دلوقتي ما دوقتهاش، كل العيله دقوها وكانوا حرفيا هيرجعوا وحشه جدا جدا، وانا ناقصه اجربها. فانا قلت صراحه مش هجربها غير معاكم، فهروح اجيب واحده كده وجنبي ميه، فهشرب ميه اول ما احس ان هي وحشه. هو ده هتلاقوا اصلا كل واحده مقطوم منها قطمه كده ومتسابه، لان هم فعلا ما قدروش يكملوها خالص، وتقريبا ده اللي هيحصل لي. هم دول فراوله وجزر وبتاع، اصلا شكلهم فعلا بجد دراي قوي كده وشكلهم مش حلو. ممكن انا اجرب الشكل ده. هي فعلا تحسوها بصوا صلصال ناشف. بصوا اصلا لما بعملها بايدي كده بتتقطع. يلا بسم الله. ده رمل؟ ده صابون. لا دي صعبة قوي يا جماعة. الميك اب او الحاجات اللي انا جبتها من الميك اب وكده، الفاونديشن ده فاونديشن مايت سينما، وانا جربته عامه. بس هو احلى حاجه فيه ان هو خفيف على السكين، الكفرج بتاعته حلوه، وهو يعني انا مش بحب بجد، انا يعني بكره الفاونديشن اللي تحطوه تحسوا ان انتوا غيرتوا كده. بس عايزه اقول لكم ان برضو دي حاجه من الحاجات اللي لازم علشان الفاونديشن ما يغيرش او كده، او يفضل دايما تحطوه تحس ان وشكوا حاطين فاونديشن على بشره نظيفه ولا قشر ولا غير. لازم ان انتوا تبقوا مهتمين اصلا بالسكين كير بتاعتكم، يعني وشكوا بتعملوه شيفنج كل فتره، فما فيش شعر في الوش او دهون او كده. على وشكم بتعملوا بيلينج او كده، فخصموا الميك اب لفتره طويله. انا ده اللي عملته لما كنت بعمل بيلينج، تقشير للوش يعني، لان طبعا المقشر مع الفاونديشن هيبقى شكله اولا وحش، يعني هيبقى فيه تشققات كده، وكمان باين قوي الفاونديشن يعني، واحنا مش حلو ان هو يبقى باين فاونديشن مغير خالص، بيبقى شكله مقزز. فدايما حاولوا انتوا تهتموا ببشرتكم، تغسلوها كذا مره في اليوم، كل شويه تعتنوا بيها، وعشان اللي هو ما تسمحلهاش تطلع اي حبايه اي دهون اي حاجه، وعشان لما تيجوا بقى تحطوا ميك اب او تحطوا فاونديشن تحطوها على بشره اصلا حلوه ونضيفه وهكذا. انا على فكره اكتشفت حاجه، انا اول مره اصور وانا لابسه النضاره، دايما ببقى قلعاها او لابسه يعني لابسه عدسات النظر الشفافه، بس حسيت ان انا المره دي يعني عايزه البسها، ليه لا.
والدرجه بتاعته حلوه برضو بالنسبه لي يعني. كمان جبت الماسكارا دي، وهي ماسكارة ميبلين. بجد بجد حلوه، بتعمل طول حلو جدا وكثافه، واحسن حاجه ان هي مش بتكتل. انا فعلا يعني ممكن انتحر لو حسيت ان انا رموشي لازقه في بعض ومكتله وعامله كور كده، تحسوا ان انتوا عينيكوا تقلت، فاهمين؟ ف حاجه صعبه الصراحه. فانا مبسوطه ان هي دي خفيفه كده وحلوه وبتدي كثافه وطول حلوين، وانا اهم حاجه عندي الطول والكثافه، لكن هو ده المطلوب من الماسكارا اصلا. بس انا يعني تقريبا بدات اسال اي فيديوهات مكياج والحاجات دي هبقى اجربها معاكم اون كاميرا يعني. وجبت كمان ماسكارا، بما ان انا اكتر برودكت مهم بالنسبه لي ماسكارا اصلا وبحبهم، والصراحه دي كنت عايزه اجربها جدا جدا، وهي ماسكارا سكاي. وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله جيت ريدي ويز مي او اي مكياج هبقى اجرب دي برضو طبعا. جبت كمان الليب جلاس ده، انا مش شايفه، دي الدرجه بتاعته، اعمل زوم، دي الدرجه بتاعته، وهو ده الشيد بتاعتها. ممكن اجرب احط دلوقتي، استنى اشيل الزوم. ريحته حلوه طبعا، محتاجه مرايه، انا كده بهبل قوي يعني. هو في مرايه بس بعيده شويه بتاعت الكاميرا. الكونتور ستيك اللي انا جبته، ده بتحطوا منه البلاشر بلند، او ممكن تعملوا بلند طبعا باي حاجه تانية، اي فرشه، اي بيتي بلندر بتاعتكم براحتكم يعني. وبس اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، حبيتوا الفلوج. ممكن يكون مفيهوش ديتيلز قوي، بس انا حاسه ان هو كان ممتع وكان حلو. احبكم جدا جدا جدا. تصبحوا على خير، باي باي.